مساء الخير عليكم البنات. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. كما عودتكم اليوم جبت لكم نوع من انواع الحلويات تاع الاطفال. جبت لكم لي بوب كيك، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ان شاء الله تجربوهم معايا وديروهم في اعياد الميلاد ولا في السوابع ولا في العقيقه اللي حبيتوا. نقول لكم البنات اذا عجبكم لا فيديو ديروا لي فيه جيم، واذا عجبتكم القناه تاعي ديروا لي فيها اشتراك. ونقول لكم يعطيكم الصحه البنات على التعليقات تاعكم الملاح، ونبداو على بركه الله في طريقه التحضير. بالنسبه للاجينواز كما راكم تشوفوا هنا عندي 10 حبات بيض، عندي قيس 200 غرام سكر كريستاليزي، عندي فاني. على بالكم لاجينواز فيها البيض معناتها لازم نديروا لها لافاني وتكون بكميه مليحه. كما راكم تشوفوا هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله ميكسو هكذا، وهنا كما راكم تشوفوا عندي 300 غرام فارينه. راح نبدا نخلط فيها كامل بالباتور حتى يتضاعف لي الحجم تاعها. نبدا بفيتاس صغيره ومن بعد نزيد كامل لا فيتاس. على بالكم الميكسو هو اللي راح يطلعها لي ويرجعها لي خفيفه. شوفوا ولات عباره عن كريمه. بزاف عليها. هنا واش راح ندير البنات؟ راح نوجد سنيوه ندير لها شويه زيت ولا زبده وندير لها شويه فارينه باش ما تلصقليش برك، وراح نفرغ هذه العجينه كامل فيها، وراح نديرها تطيب على درجه 180 في الفوغ. قيس ما تنشف برك نحيوها، وبيان سور كي تبرد نرحيها ونحطها بجيح هكذا. شوفوا كيفاش راهي تبان ميغانك. دوكا هنا راح نطيبها كما قلت لكم، ودوكا هنا نديروا طريقه كريمه الزبده. هنا عندي 500 غرام زبده ولا مارغرين، هنا عندي 400 غرام سكر غلاس، هنا الا كان عندكم بيتخان تجيكم نتيجه خير. هنا عندي لاغوم فاني ولا اللي حبيتوها. انا هذه لاغوم هي زبده زائد الفاني. عندي 2 مغارف حتى 3 مغارف زيت. وهنا البنات عندي الحليب قيس نص كاس هكا، يكون نص كاس تاع غازوز هكاك معمر حليب، يكون شويه دافي ماشي سخون وماشي بارد بزاف. وراح نخليها كامل تتخلط البنات حتى نتحصلوا على كريمه زبده تكون بيضه وليس. البنات الحليب اذا جاتكم شويه عاقده زيدوا لها غير شويه حتى تحصلوا على النتيجه اللي دوك تشوفوها معايا. هذه الكريمه درتها سورتو هنا نزيد نخلطها شويه سورتو المشتركات تاعي اللي طلبوها مني، معناتها كاين بزاف اللي قالوا لي درتيها بالبيض وما تشدش بزاف. نقول لكم هذه ما فيهاش البيض. وكما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملتها هذه هي كريمه الزبده اللي تحصلت عليها ليس وبزاف بيضه هايله هكذا. واش راح ندير دوكا؟ هنا البنات عندي قيس 300 غرام لوز ونوازات كنت حمصتهم ورحيتهم. عندي لاجينواز بعد ما بردت ورحيتها. انا هنا راح ندير على حسب الكميه، نزيد غير شويه ماشي حاجه. نخلطها مليح. ديجا ريحه اللوز مع النوازات بزاف راهي طالعه هايله. وهنا اللي عنده نيتيلا يزيد 2 مغارف كبار معاها. البنات هنا راح ندير لا كريم بوغ وراح نبدا نلايم حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه هكذا، ما تكونش ناشفه بزاف بيان سور باش تجيني خفيفه. راح ندير هذه بولات تاع 30 غرام وراح نحطها في الفريجيدير تشد روحها هكذا. كما راكم تشوفوا هنا البنات عندي هذوما العيدان راح نديرهم داخل الشيكولا البيضاء بعد ما نذوبها كلاصاج يكون ذايب ما نديروا عليه والو وندخلوهم هكذا. راح نحطهم انا كامل ونديرهم في المجمد حتى يتجمدوا. ودوك هنا وجدت واسمها كلاصاج تاعي كنت ذوبته ما زدت عليه والو. دوك هنا نكلاصيوها كما راكم تشوفوا البنات.
على بالكم كي يكون جامد بالخف تجمد لكم الشيكولا، معناتها غير تخرجوها ديكوريوها باش تلصق لكم، باش يلصقوا لكم سواء عقاش ولا فيرميسيل ولا واش حبيتو، خاش بالخف تجمد هكذا. ممكن نوري لكم انا بعض التزيين. سمحوا لي باسكو الشيكولا فيها تحرحير، على بالكم كي راني نصور ماشي كيما نكون لاتيه غير بها، معناتها هكذا وتحطوها في كاش حاجه اللي تشد حتى تنشف. نزيد معكم حبه ثانيه. سيو ما تدخلوهاش كيما دخلت انا دوكا كامل. شغل راني نكونسونطري في لاكام صافي. كهنا نتوما انتبهوا، نديروا لها شويه عقاش هكذا، جات بزاف شابه. نزيدوا الحبه هذه كما راكم تشوفوا. هنا عندي ورد بعجينه السكر. هنا يرجع لكم الاختيار، باش حبيتوا ديروا ديكور ديروا هكذا. وهذه هنا راح نزيدها بواحد العقاش غرينا بزاف عجبني، جاي شويه خشين، عجبني بزاف، جا الشكل تاعهم بزاف شبابيه هكذا. وكما راكم تشوفوا خليتهم هنا ينشفوا، حطيتهم على حاجه، وذوك البنات خليهم ينشفوا وراح نوريهم لكم ان شاء الله كما نقولوا في تحت التقديم. بعد ما نشفوا لي البنات كنت حطيت لهم انا سيبور كان في هذاك الفرنان، وقفتهم عليه كما راكم تشوفوا جاو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. البنه ما عندي ما نقول لكم باسكو بزاف بنان بريزونطابل ودراري بزاف يحبوهم. ان شاء الله البنات ينالوا اعجابكم، ان شاء الله تجربوهم في مناسباتكم. نقول لكم البنات بزاف يطيروا بالعين. نقول لكم البنات اذا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم كما قلت لكم من قبل، وديروا لي اشتراك في القناه. ونقول لكم ترقبوني عن قريب ان شاء الله، راني كل خطره نحط لكم حاجه ان شاء الله معسله رمضان. نقول لكم البنات خطره ندير لكم تاع عراس وخطره ندير لكم تاع رمضان. نقول لكم يعطيكم الصحه اللي راكم اوفياء ليا المشتركات تاوعي. نقول لكم يعطيكم الصحه، يعطيكم الصحه على لي كومونتير تاعكم. نقول لكم البنات يعطيكم الصحه، ونقول لكم مع السلامه. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.